هنا النقشبندي صاحب مدرسة متميزة في الابتهالات، أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني. تمتع بصوت يراه الموسيقيين أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات. مولاي يا مولاي. كلمة النقشبندي مكونة من مقطعين هما نقش وبندي، ومعناها في اللغة العربية القلب، أي نقش حب الله على القلب. مولاي يا مولاي. صوته الأخاذ والقوي والمتميز طالما هز المشاعر والوجدان، وكان أحد أهم ملامح شهر رمضان المعظم، حيث يصافح آذان الملايين وقلوبهم خلال فترة الإفطار بأحلى الابتهالات التي كانت تنبع من قلبه قبل حنجرته، فتسمو معه مشاعر المسلمين. مولاي يا مولاي. قالوا عنه كان ذا قدرة فائقة في الابتهالات والمدائح، حتى صار صاحب مدرسة ولقب بالصوت الخاشع والكروان. مولاي يا مولاي. ولد النقشبندي في إحدى قرى محافظة الدقهلية عام 1920، ولم يمكث في هذه القرية طويلا، حيث انتقلت أسرته إلى مدينة طهطا في جنوب الصعيد. الكريم على يد الشيخ أحمد خليل، وقبل أن يستكمل عامه الثامن تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريق. I thank Jason for your follow-up. We hope to subscribe to the channel and activate the bell button, and do not forget to like. We also await your support through the super chat and the thank you feature. لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس والإعجاب، ولا تنسوا الدعم بسوبر ثانكس. إلى اللقاء.